في طرق كتير في البلد ماشية جنب بيوت، جنب أراضي، جنب صحراء. بس في طريق واحد الناس اتفقوا كلهم إنهم ما يعدوش منه بعد نص الليل. مش عشان في عصابة ولا مجرمين، لأ، عشان في شيء هناك، شيء محدش قادر يشوفه بالكامل، لكن كل اللي شاف جزء بسيط منه ما بقاش موجود بعدها. الملف اللي هتحضر نفسك تسمعه دلوقتي ملف اتقفل رسميا من غير متهم ومن غير جثة، لكن مليان دم وأصوات وأسماء اختفت من غير أثر. ده مش فيلم ومش خيال، ده ملف رقم 27، القضية اللي الشرطة نفسها خافت تكمل فيها. لو عندك الجراءة اسمع للنهاية، لأن اللي بيسمع التفاصيل ساعات بيبقى هو اللي عليه الدور. في يوم 14 سبتمبر 2016 الشرطة فتحت ملف غريب اتسمى بعد كده ملف رقم 27. ملف القضية مفيهاش جثة ومفيهاش شاهد، ومع ذلك كان فيها مجرم مؤكد. كل حاجة بدأت لما مركز الشرطة استقبل مكالمة الساعة 3:47 دقيقة الفجر. صوت راجل مبحوح بيقول: الحقوني، أنا لقيت أثر دم ماشية الوحيدة على الطريق الزراعي ومفيش أي حد. لما الدورية وصلت لقوا حاجة أغرب، خط دم طويل مستقيم ماشي على الأرض كأنه حد كان بيتسحب بعيد، لكن مفيش علامات مقاومة، مفيش جر في التراب، بس دم. التحقيقات بدأت والضابط خالد طلب يشوف بداية الخط. تتبعوه لحد ما وصلوا المكان فاضي، بس الأرض هناك كانت شكلها غريب، كأن حد كان واقف فترة طويلة، وفي علامة كف مطبوعة بالدم وسط الضلمة. العلامة مش طبيعية، أطول من كف الإنسان بشوية. الضابط خالد قال لهم: دي بصمة، بس مش بصمة البني آدم. المعمل الجنائي أكد إن الدم بشري، لكن المفاجأة إن صاحب الدم مش مسجل في أي بنك حمض نووي في البلد. التحقيقات الغريبة بعد 48 ساعة ظهرت أول معلومة حقيقية. كاميرا على طريق جانبي سجلت حركة، مش شخص، حركة ظل. الظل كان طويل بطريقة غير منطقية وماشي ناحية الأرض كأنه زاحف، لكنه واقف. ولما حاولوا يوقفوه الكاميرا عند لقطة واحدة ظهر حاجة تشيب. في آخر الخط كان في راجل بيتسحب، بس في شيء ماسكه من رجله، مش باين منه غير كف طويل ولونه غامق ومش إنساني. الراجل ده مختفي لحد النهاردة. اتعرف بس من الأوصاف اللي صوابعها الراجل اللي اتصل في الأول، واحد اسمه عادل شغال سواق نقل، لكن المريب العربية بتاعته لسه واقفة في مكانها والمفاتيح فيها، كأنه نزل دقيقة ومرجعش. ملف القضية اتقفل بدون متهم، لكن الضباط اللي كانوا في الواقعة اتفقوا على حاجة واحدة: اللي شال عادل ما كانش بني آدم، واللي سبب الدم ده كان عارف احنا وراه. بعد اختفاء عادل ب4 أيام الشرطة استقبلت بلاغ جديد. البلاغ ده كان من واحد اسمه سيد، راجل عجوز ساكن قريب من نفس الطريق الزراعي اللي حصلت فيه الجريمة. سيد دخل الاسم وهو مرعوش حرفيا، وبيقول للضابط خالد: انا شفت اللي حصل، شفت اللي سحب الراجل، بس ما كنتش قادر اتكلم. خالد قرب منه وسأله: كنت فين وقتها؟ سيد: كنت راجع من عند ابني ووقفت اريح على جنب الطريق، وبعديها سمعت خربشة زي حد بيمشي على الاسفلت بس بايده. خالد: ايده؟ العجوز قال كلمة واحدة بس: هو ماشي على ايدين مش رجلين. اعتراف سيد قال انه شاف عادل واقف جنب عربيته وكان بيكلم حد على التليفون. فجأة من اخر الطريق ظهر شكل مش واضح لكن طويل وماشي على ايدينه ورجليه زي الحيوان، بس جسمه نحيف بطريقة مرعبة. وقال كان صامت، لكن صوت النفس بتاعه كان عامل زي ريح السخانية لما تطلع من موتور العربية. كنت حاسس بيه رغم اني بعيد. عادل شافه وبدأ يرجع لورا، بس قبل ما يجري المخلوق ده زحف بسرعة مرعبة ووصله في أقل من ثانية. مسك رجله وسحبه في الضلمة. وسيد شاف كل ده لكنه اتجمد مكانه، عقله رفض يصدق اللي بيحصل. الضابط خالد سأل سيد آخر سؤال قبل ما يسيبه يمشي: ليه قررت تتكلم دلوقتي؟ سيد قال وهو مرعوب: لأن الليلة دي سمعت نفس الصوت تحت شباك بيتي، صوت السحب على الأرض، وسمعت حد بيقول: شفت واللي يشوف مصيره زي اللي اتسحب. الصوت ما كانش صوت بني آدم. بعد الكلمة دي سيد انهار واتنقل للمستشفى وهو بحالة الذهول. بعد ما سيد اتنقل الشرطة راحت بيته بيتأكدوا المكان كان هادي وكل حاجة شكلها طبيعي، غير حاجة واحدة:
تحت الشباك كان في خط دم جديد متجه للصحراء، نفس النوعية نفس الطريقة. وكان اللي هناك عدى يسكت الشاهد. بعد واقعة سيد اتعاملت القضية رسميا كجريمة غير اعتيادية، يعني الشرطة بدأت تشتغل على افتراض ان اللي بيخطف الضحايا مش انسان اصلا. الضباط خالد قرر انه يعمل حاجة ممنوعة تماما، يروح لآخر نقطة ظهر فيها خط الدم الجديد ويدخل الصحراء لوحده. الليل كان اسود والهوا بيخوف بشكل مخيف، مفيش حتى صوت كلب ضال. بعد نص ساعة مشي خالد لاحظ حاجة مستحيلة. أرض الصحراء مش ممسوحة بالهوا، لكن متخدشة، خطوط طويلة كأن في جسم تقيل بيتسحب، ونهاية الخطوط دي كانت بتوصل لمكان شبه حفرة كبيرة مش طبيعية، كأن الأرض اتفتحت واتقفلت بعدها. خالد نزل على ركبته وبدأ ينور بالكشاف جوه الحفرة، ولما الكشاف لمس الأرض ظهر ده: أظافر طويلة متكسرة شكلها بشري، وبصمة كف أكبر من بصمة بني آدم، وخرابيش كتير، وكأن في حد اتسحب لتحت وهو بيحاول يمسك في أي حاجة. خالد وقف، بس قبل ما يتحرك كان في صوت من جوه الأرض. طلع صوت خربشة واضح ببطء بيقرب منه، صوت زحف وصوت نفس تقيل كأن الأرض نفسها بتتنفس. وخالد لأول مرة حس برجله بتترعش. فجأة الأرض اتهزت تحت رجليه، طلع شعر اسود طويل، وبعده ايد او حاجة شبه الايد بس طويلة زيادة، وصوابعها نحيفة بشكل مرعب. الايد طلعت وقفت في الهوا كأنها بتشم، وبعدين لفت ناحية خالد. الظابط اتجمد، اللي قدامه مش مخلوق، ليه شكل ثابت، كان شعره وايد وظل وظهر ثم صوت: انت وراك دم وعايزين ترجعه. الصوت مش بشري، الصوت جاي من جوه الارض. وخالد جري، اول مرة في حياته يسيب موقع تحقيق ويهرب منه. قبل ما يدخل المكتب لقى الضابط المناوب واقف مذهول. قال له: يا خالد، وصلنا تقارير من المعمل عن البصمة اللي لقيناها في أول يوم. خالد قال: ايه خير؟ الضابط سلمه الورقة وعليها مكتوب: صاحب البصمة تم تسجيله قبل 23 سنة في قضية طفل اتخطف من نفس الطريق. الطفل مات في الورق، لكن البصمة لسه بتتكرر. خالد رفع عينه وبصوته بدأ يهتز. قال له: يعني اللي بيسحب الناس كان ضحية وبقى حاجة تاني. بعد ما الضابط خالد استوعب الحقيقة، البصمة بدأ يجمع ملف القضية القديمة، قضية الطفل اللي اختفى من 23 سنة. اسم الطفل كان عمر، عنده 8 سنين. اختفى وهو راكب عربية مع أهله، الأبواب لقوها مفتوحة والأهل نايمين جوه العربية من غير ما يحسوا بحاجة. والبلد كلها قالت ده خطف، بس محدش لقى أي أثر غير أثر واحد: كف صغير مطبوع على الأرض نفس مكان الطريق الزراعي الحالي. ليلة البلاغ الجديد، الساعة 2:13 بالظبط بعد نص الليل، اسم الشرطة استقبل استغاثة من شاب ساكن قريب من الصحراء. في حاجة بتمشي تحت بيتي وبتخربش في الأرض، وصوتها كان طفل بيتنفس من زور مقطوع. البلاغ ده قلب القضية كلها. الضابط خالد مع قوة كاملة راحوا للمكان. البيت كان هادي، بس حواليه 100 خط تراب متخربشين زي ما يكون حاجة زحفة كانت بتدور حوالين البيت. ولما دخلوا لقوا الجدار متخربش بكلمة واحدة كبيرة طالعة من تراب اسود: ماما. لكن مفيش طفل ومفيش أثر دخول، بس الأغرب إن الكلمة مكتوبة بكف طفل صغير. ومرة تانية نفس البصمة. رجوع خالد للطريق، خالد قرر يواجه اللي في الأرض. رجع لنفس الحفرة اللي شاف فيها المخلوق، بس المرة دي كانت مفتوحة أكتر، وكأن حد خارج منها من شوية. نور الكشاف نزل لجوه، والأول مرة شاف ملامح أكتر. كان في هيكل صغير بس غريب مش كامل، كأن جسم طفل اتقطع وبقى ممتد وطويل وتشبك مع الأرض نفسها. كان في حاجة شبه العمود الفقري، وحاجة زي أطراف طويلة أطول من الطبيعي، وكأن الطفل اللي اختفى زمان اتكوى واتحور وبقى جزء من الأرض اللي سحبته. والأخطر لما خالد وجه الكشاف للهيكل اتحرك، وراس صغيرة شكلها طفل طلعت من التراب، نصها مدفون ونصها ظاهر. ولما فتحت عينيها كانت نفس شكل عيون الأطفال بس من غير لون، عينيه كانت كلها بياض. الطفل بدأ يتحرك، بس مش لفوق، اتحرك في الأرض جوه التراب كأنها مية، وبصوت مخنوق طالع من مكان غلط: ملحقتنيش ليه؟ خالد وقع على الأرض، والطفل خرج ايده صغيرة لكن وراها امتداد طويل ومرعب ابتدت تطلع من الحفرة.
الطفل قرب، وأول ما إيده لمست جزمة الضابط التراب اللي حوالين خالد بدأ يتقفل كأنه بيحاول يشده هو كمان لجوه. خالد حاول يقوم، بس الأرض كانت بتسحبه لتحت زي ما عملت مع كل اللي اختفوا. اللحظة أول ما يختفي الطفل رفع راسه، والبياض اللي في عينه اتحول لأسود فجأة، وقال بكلمة لوضاحة ولأول مرة: هو اللي خلاني كده، مش أنا. وبعدها اتقطع الصوت، والأرض سابت خالد فجأة، كأن حاجة كانت رايحة تظهر واترجعت. الضابط قام مرعوب، وحاجة واحدة كانت مؤكدة: الطفل ده مش المجرم، ده ضحية، وفي حاجة أكبر هي اللي عملت منه كده، ولسه مستخبية تحت الأرض. بعد المواجهة مع الطفل، الضابط خالد رجع الاسم وهو مش قادر يربط اللي شافه، بس كان في حاجة واحدة واضحة: الطفل عمر اتحول، بس مش بإرادته، وفي قوة تانية هي اللي عملت فيه كده. خالد راجع كل ملفات الطريق الزراعي من 40 سنة، ملف ورا التاني، لحد ما لقى حاجة غريبة. منطقة الطريق الزراعي كانت زمان مقبرة قديمة مش للبشر، كانت مقبرة لقبيلة بدوية انقرضت، اشتهروا بحاجة اسمها ساحب الطريق. كيان كانوا بيحكوا عنه زمان، مش روح ومش جن، لكن شيء بيتغذى من ناس تموت ظلم أو خوف شديد، ويحول أول ضحية ليه لمجرى زي بوابة يفضل يسحب منها أي حد يعدي. الشيء ده ما كانش بيظهر بنفسه، كان بيخلق وسيط، والوسيط دايما طفل، لأن الأطفال أسهل في السيطرة والتشكيل. والصدمة، الطفل عمر كان أول وسيط للكيان ده. اختفى 23 سنة، مش موت. بمجرد ما الطفل اتسحب زمان، الكيان اتغذى عليه ولف جسمه جوه الأرض، وخلاه البداية، نقطة خروج ودخول. كل اللي اتسحبوا بعد كده كانوا مجرد طعام للكيان، والكيان لسه تحت، لسه جعان. النقطة اللي كسرت كل القواعد: خالد رجع للصحراء تاني الليلة، ومعاه جهاز لرصد الحركات تحت الأرض. حطه فوق الحفرة والجهاز اشتغل. العداد كان بيقيس ذبذبات تحت الأرض، الرقم الطبيعي 6 أو 7، لكن الجهاز قرا 1112، وبعدين 1167، وبعدين 2000. الأرض كلها بقت بتتنفس، وقبل ما يلحق يفصل الجهاز الأرض اتشققت فجأة، وخرج دخان أسود، مش دخان عادي، دخان تقيل، كأنه جسم الدخان بدأ يتجمع ويترسم ويلف لحد ما بقى قدام خالد شكل واضح، شكل بني آدم لكن من غير ملامح. جسمه كله أسود ومليان فتحات بتنقط تراب. الكائن ما كانش محتاج عين ولا بق، كان واقف بس وقفته مخيفة. ولما تقدم بخطوة لقدام، الأرض من تحت رجليه اتغرزت. الكائن قال بصوت متعدد، صوت طفل وراجل وست كلهم مع بعض: الطريق ليا. وخالد ساعتها فهم ان الكائن ده ما بيحتاجش ضحية، هو بيحتاج ممر، والطفل عمر كان بداية الممر. واغلب الظن الكائن اختار وسيط جديد ولسه بيدور عليه. قبل ما كان يهجم، الطفل عمر ظهر تاني، لكن مش كامل، نصه مدفون نصه بيزحف، ومد ايده لخالد وقال: اهرب، هو جاي يعوض السنين اللي ما كلش فيها. والارض بدأت تتفتح تاني، وبأصوات صراخ مش صراخات بشر، كأن كل الضحايا اللي اختفوا أصواتهم محشورة تحت. خالد جري، واخر حاجة سمعها: الوسيط الجديد قريب قوي. ومن بعد الليلة دي اتقفلت منطقة الطريق الزراعي بالكامل، مش حماية للناس بس، لكن عشان محدش يشوف اللي تحت. الضابط خالد اختفى بعدها بأسبوعين، محدش شافه خارج من بيته، ومفيش كاميرا سجلته، بس على باب عربيته لقوا خط تراب اسود ماشي بعيد لحد نص الطريق وبعدين مقطوع. لما المعمل فحص التراب لقوا انه نفس نوعية التراب اللي كان جوه الحفرة، يعني الكيان خرج واختار وسيطه الجديد. والطفل عمر مكان الحفرة اتردم، لكن كل يوم حد بيمشي جنب المكان يسمع صوت طفل بيقول: انا لسه هنا هنا. والأرض تتحرك تحت رجليه شوية زي نبضة قلب. الناس بتقول إن ساحب الطريق مش بيكتفي إنه كل ما ياخد وسيط بيجوع تاني، وبيفضل يدور على واحد جديد لحد ما الطريق كله بيبقى بتاعه. دلوقتي كل اللي يعدي في المنطقة بعد نص الليل مش بيشوف حاجة، لكن ممكن يسمع صوت زحف، وصوت تراب بيهتز، وصوت متداخل، صوت طفل وراجل وست بيقولوا: الدور جه.